انقضى ما يزيد على 8 شهور منذ أن شرع العالم في تطبيق سلسلة من التدابير الاحترازية لاحتواء تفشي جائحة كوفيد-19. اجتاح الوباء العالم وسخرت مختلف الأجهزة والموارد الطبية والمالية وكذلك البشرية لتوفير دفاعات أكثر قوة في مواجهة هذا الوباء. ألغيت النشاطات وأجلت العديد من الفعاليات الرياضية، كان أبرزها أولمبياد طوكيو صيف 2020. احتاج العالم لما يزيد على 8 شهور من عناء الإغلاقات المتكررة والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المشددة في كابوس كان هو الأعنف منذ سنين طوال، قبل أن تحمل شركة فايزر الأمريكية الخبر السار بإعلانها إيجاد لقاح الفيروس المستجد بنسبة نجاح وصلت إلى 90% بعد التجارب التي أجريت على متطوعين. فور هذا الإعلان أعرب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 عن ارتياحهم خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقده هيداساما ناكامورا المسؤول في اللجنة المنظمة المحلية. تزامن هذا الاكتشاف الأمريكي أيضا مع تقديم طوكيو الأحد لمحة عما قد تبدو عليه دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة حتى صيف 2021 مع حضور مشجعين لأول حدث رياضي دولي في البلاد منذ الإغلاق جراء فيروس كوفيد-19. أول حدث رياضي دولي تم تنظيمه في العاصمة اليابانية منذ القرار الذي اتخذ في مارس الماضي كان بحضور حوالي 1000 مشجع أشعلوا نور شمعة من الأمل لنهاية طريق النفق المعتم الذي دخله رياضيو العالم مطلع شهر مارس الماضي. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بدوره عبر عن أمله في أن يظهر الحدث كيف يمكن لمنظمي ألعاب طوكيو تنظيم دورة أولمبية آمنة للرياضيين والمسؤولين المشجعين العام المقبل خلال قمة الرياضة والأعمال العالمية. اللقاح الذي أعلن اكتشافه من المنتظر أن يساعد في التوصل إلى لقاح فعال إضافة إلى الأدوية الأخرى بهدف تقليل القيود التي فرضت على حياة الناس منذ تفشي وباء أرهق البشرية جمعاء. لبرنامج الحصاد، عبد الهادي أبو حمدة، الدوحة. نضع هذا المستجد الذي التقطه العالم في الأيام الأخيرة بكثير من السعادة والتفاؤل، نضعه تحت المجهر، نطرح ما يطرح من أسئلة مهمة في جميع الدول الغارقة في الخوف والقلق والتوجس بسبب الجائحة، والمتفائلة خيرا. وقد بدأت المختبرات العالمية، بدأت في الكشف عن لقاحات آمنة. ندعوكم إلى مساحة تستشرف المستقبل في حضور ضيف الحصاد عبر تقنية الاتصال المرئي مباشرة من بورت أوف سبين عاصمة ترينيداد وتوباغو، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية بالكاريبي السيد برايان لويس. كما يسعدنا الترحيب برئيس القسم الرياضي في صحيفتي العربية الجديد الزميل نبيل التليلي. أهلا ومرحبا بالضيفين الكريمين. أبدأ مع ضيفي من بورت أوف سبين. كيف استقبلت اللجان الأولمبية هذا الخبر الذي أعطى جرعة من الأمل بعودة الحياة الرياضية لطبيعتها إنجاز هذا التعبير؟ طيب، بالنسبة لهذا اللقاح هذه أخبار سعيدة وأخبار طيبة، ليس بالنسبة للرجال الأولمبية ولكن بالنسبة للعالم بأسره، بالنسبة للرياضة والرياضيين. ومع ذلك ينبغي الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ما زالت هناك الكثير من الاختبارات يتم القيام بها من أجل التأكد من فعالية هذا اللقاح وتوزيعه. نعم سيدة تليلي، يعني ما التأثيرات المرتقبة لاكتشاف لقاح كوفيد-19 على المشهد الرياضي في أنحاء العالم جميعها؟ هو خبر العثور على اللقاح في حد ذاته كان خبر غير عادي، وتمكن من أنه قبل ما يبدأ اللقاح أنه يشفي الناس على الأقل اللي عندهم مرض نفسي من الكورونا، يعني قبل الحديث عن المرض الجسدي. طبعا بكل تأكيد خبر العثور على لقاح سيغير العالم 180 درجة، ليس العالم الرياضي فقط.